فوز كبير للزمالك على الجيش وتعثر للاهلي قصاد المصري، وفوز مهم جدا لسيراميكا على بتروجيت، وانتصار طبيعي لبيراميدز على الاتحاد بيشعل اجواء الدوري المصري. الحقيقه عايز اتكلم على كذا نقطه. النقطه الاولى النادي الاهلي اللي عنده مشكله فنيه في الملعب بتتفاقم كل مباراه. اللعيبه بتزداد سوء حالتها الفنيه والبدنيه رغم تغيير الجهاز الفني. وياس سروب المدير الفني البلجيكي الحقيقه ما اداش الفتره اللي فاتت بالشكل اللي كان منتظر يبقى الاندرو بتاعته في الملعب، والروح اللي نشوفها في الفرقه زي ما شفنا على سبيل المثال احمد عبد الرؤوف مع الزمالك امبارح. هنرجع له تاني، ولكن بعد ما نخلص كلامنا عن الاهلي والحاله الهزيله اللي بيظهر عليها لعيبه النادي الاهلي، مفيش اي حماس، مفيش روح. الحقيقه ان الكوره دايما هي اللي بيحركها في الملعب مش مهاره اللعيب، هو الشغف او الحماس اللي بينزل بيه اللاعبين، او الرغبه في المكسب المتجدده للفرق الكبرى في كل مباراه. ده بيبقى الاساس ان يبقى اللعيب عنده القدره انه يتحرك بشكل اسرع وبشكل اكتر حماس وبشكل اكتر تركيز جوه الملعب. ده ما بنشوفوش الحقيقه خالص في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. في مشكله جوه النادي الاهلي، في مشكله في غرفه الملابس، حتى لو ما كانتش متعلقه بالفروقات الماليه اللي بين اللعيبه. اكيد في مشكله في تحفيزهم ان هو ينزل المباراه عنده الرغبه والنهم ان هو يخش المباراه بشغف وبحماس كبير عشان يكسب الالتحامات ويكسب الكره المباشره مع المنافس، ويحس بانه عنده الايد العليا جوه المباراه. ده ما بنشوفوش في النادي الاهلي. الجزئيه المفقوده دي اكيد ليها اسباب، وخير من يحللها ويحلها هو كابتن سيد عبد الحفيظ اللي عين في المجلس الاداره بعد الانتخابات اللي حصلت يوم الجمعه اللي فاتت رسميا. وبالتاكيد هيبقى المصبح لمشرف للكوره، او مشرف على الكوره داخل النادي الاهلي بالتعاون مع كابتن محمود الخطيب، بالتاكيد اللي هيديله الصلاحيات كامله. واتوقع منه تغييرات جذريه في التعامل مع اللاعبين، في تقييم اللاعبين، وفي طريقه التعامل المادي معاهم، اللي بالتاكيد ده هيرفلكت على الفرقه. بس ما اعرفش ممكن يبقى بعد قد ايه. الاهلي عنده مشكله كبيره جدا، حتى ماتش مهم زي المصري اللي كان الاهلي دايما بيدخله بحماس وبخلفيات النديه اللي بين الاهلي وبين المصري ما بنشوفهاش. المصري برضو عشان ما ننساش نتكلم عليه كان عنده شيء من الهدوء الشديد، مفيش رغبه في الانتصار في المباراه. حتى لو هتلعب زون او تلعب محافظ على المساحات في الجزء الاكبر من المباراه، لازم يبقى عندك دقائق فيها اندفاع، دقائق فيها تحول للهجوم، تشكيل خطوره على النادي الاهلي اللي اوريدي عنده مشكله في نص الملعب الدفاعي وفي الاثنين الديفندرات، او حتى من الجانب الشمال اللي دايما بيكون فيه